له وزير بس واحدة صدق. واحدة واحدة واحدة، أنا حقرأ وياك يعني على مود أنا وياك نتبع، ثواني ثواني حتى الناس تقرأ ويانا. يلا يلا يلا. يلا. هذه الرواية في ميزان الحكمة للريشهري تقول مم. عنه، أنا المشكلة ما أقدر أطلع القلم. طيب يعني عنه. انا راح اقرا ولا يلا انت يلا تقرا؟ اقرأ اقرأ يلا، أحسنت حتى نطلع يعني أمام انا الناس. كلمه كلمه مثلا عنه. يلا اقرأ اقرأ حتى الناس تشوف، اقرأ. صلى الله عليه لا اقرأ كمل يعني، اقرأ وسلم. اقرأ قراءة عادية، اقرأ صلى الله عليه وآله. يلا إذا إيه. أراد الله بالأمير خيرا جعل إيه. له وزير صدق، إن نسي ذكره أحسنت. وإن ذكر أعانه. شيخ جياش إذا ممكن تحط ميوت عندك صوت. طيب. وإن ذكر أعانه. وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه. اوه تعال تعال. شنو هذا الرقم شيخ جيش؟ ممكن بس اذا ممكن، شنو هذا الرقم؟ رقم 9 مو؟ إيه؟ شنو هذا الرقم؟ رقم 9 مو؟ لو تنزل للهامش حتشوف رقم 9 شنو؟ اقرا لي اقرا لي شنو هو؟ هو ليش سنن جاب أبي عنك داود. يحتاج به؟ أنا ما عندي مشكلة واحدة اقرا رقم 9 سنن ابي داود. سنن ابي ما داود أبي أي كتاب سني مشكلة. ولا شيعي؟ علمك ليش جايبه ويحتاج به؟ واحدة هذا 9. ممكن تصعد فوق اسم الكتاب، ممكن يلا. أيضا تصعد فوق وتطلع اسم الكتاب. فوق. بس اهدى الآن يا اخوان، هذا رقم اهدى. كتاب ميزان الحكمة للريشهري كتاب جامع جمع به أحاديث السنة والشيعة وجميع الأديان. هذه الرواية رقم 9 يقول سنن أبي داود. سنن أبي داود بس اهدى يا أخي، ممكن أبين للناس، ممكن تعمل ميوت؟ أنا استمعتك، ممكن الآن تسمعني؟ اخوان هذا رقم 9 يقول سنن أبي داود 2932. سنن أبي داود كتاب سني، احنا شالينا كشيعة، فكتاب سني يا أخونا، ليش تدلس؟ وهذا يعني ممكن تصعد فوق وتبين تدليسية للناس. يلا هاي اسم الكتاب اسم الكتاب هذا ميزان الحكمة لمن؟ محمد الريشهري المجلد الرابع 3515. يعطيني تعليق العالم قال هذه من كتب السنة ولا يجوز الاحتجاج بها. هي أمامك بنفس الصفحة. لا أعطيني أنه نقلها وقال هذا لا يجوز الاحتجاج به. يلا هاي من نفس الصفحة. يقول اعطيني انه قال لا يحتج بهذا الكلام. طيب يلا خلاص، ممكن تعمل ميوت الان؟ ممكن تعطيني انه قال هذا الكلام باطل لا يحتج به؟ يلا حاطك، بس ممكن تعمل ميوت. اعمل ميوت. والله اعمل ميوت بس تجاوب على سؤالي. خلاص راح اجاوبك الان، بس اعمل ميوت. اخوان ميزان الحكمة للريشهري كتاب متأخر، ليس كتاب حديثي، ليس كتاب جامع، هو كتاب جمع أخبار السنة والشيعة، أشاعرة، ماتريدية، معتزلة. والدليل الأخبار نفسها التي يسوقها في هذه الصفحة، بعضها ورد في البحار وهو كتاب شيعي، وبعضها ورد في النهج وهو كتاب شيعي، وبعضها ورد في كنز العمال للمتقي الهندي وهو كتاب سني. هذه الرواية اللي هو ما قرأ مصدرها وردت في سنن أبي داود وهو كتاب سني. فأخونا اللي بعد عندك شيء بعد يستحق الطرح؟ تفضل. ما أنتم 90% من دينكم تأخذون كتب السنة. هذا كذب. الآن أعطيني تعليق العالم عندك. قال أنا سقت هذا الكلام لأبين بطلانه أو عدم حجيته. طيب شوفي، هو وعدتني انك تجاوب على هذا السؤال. يلا الان راح اجاوبك. شوفي هذا كتاب ميزان، لاحظتم وتجاوبني. كتاب ميزان الحكمة من اول مجلد لاخر مجلد ما فيه تعليق اصلا على رواية، هو كتاب جامع حاله كحال البحار. صاحب البحار جمع بس ممكن تعمل ميوت حتى الناس تفهم. حاله كحال كتاب البحار، كتاب جمع اخبار السنة واخبار الشيعة، وعلى المحقق هو من يتابع مصدر هذه الاخبار. وانا اثبتت لك من نفس الكتاب بنفس الجزء بنفس الصفحة بأنها رواية سنية منقولة من كتب السنة. ولكن أصلا ثم بس اهدى دعني ألزمك الزام. هو كان يلزمك بأنه هذه الرواية تدل على وجود منافقين ومؤمنين في زمن النبي، فثم ماذا على فرض ورودها عندنا؟ يعني شنو اللي أنت أثبته؟ يعني أنت فسرت الماء بعد الجهد بالماء، إذا يوجد